السلام عليكم. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن الباس كي وعرفنا قد ايه هو مهم علشان تقدر تحمي الحسابات بتاعتك كلها. والنهارده هنتكلم على طريقة الاحتيال وهي الفيشنج. كنا شرحنا يعني ايه الفيشنج في الحلقة اللي فاتت وهنقول تاني. الفيشنج هو اصطياد او حد بيبعت لك زي طعم وانت بتقوم ايه واكل من الطعم دون فهو بيصطادك يعتبر. أول نوع وده أشهرهم وتقريبًا جه عند كل الناس وهو الإيميل phishing، إن هو ييجي لك إيميل من account طبعًا fake أو من موقع إيميل fake. مضمون الإيميل نفسه يقول لك مثلًا إيه، الحق العرض قبل ما يخلص، الحق شوف الaccount بتاعك قبل ما يتقفل، الحق غيّر الpassword بتاعك علشان في حد دخل على الaccount بتاعك، وده الإيميل phishing ده إن هو بيتارجت الإيميل بتاعك، حساب البنك بتاعك، ممكن الفيزا بتاعتك. وده نوع بيستهدف شركة أو شخص معين بيجمّع عن الشركة دي أو الشخص ده معلومات كتيرة جدًا، جدًا، جدًا ويبتزّوا بيها، مثلًا أسماء العيلة عندك، أسماء مثلًا المقرّبين ليك جدًا، الحاجات اللي هي بتبقى خاصة أوي كده، ويبدأ إن هو يبعت لك بالبيانات ديًّا، فأنت تثق فيه وتحس إن الرسالة اللي هو باعتها دي حقيقية، ويكون في الآخر اصطادك بمعلوماتك الشخصية. زيها زي الإيميلات بالضبط، يعني طريقة الإيميل بالضبط، ولكن هي عن طريق الSMS الرسايل القصيرة، مش محتاجة نت علشان تيجي لك، هي بتيجي لك على الSMS على طول، الرسايل الخاصة عندك القصيرة اللي على التليفون بتاعك، فيها بيقول لك برضه مبروك أنت كسبت مش عارف حاجة معينة، دوس على اللينك بسرعة علشان تخش السحب، ما الحق الإيميل بتاعك، دوس على اللينك ده بسرعة علشان ما يتقفلش، وحاجات زي كده كتير. الاصطياد عن طريق الصوت، إن هو يتصل بيك صوت يعني بمكالمة عادية جدًا، واحد يرد عليك، اللي هي بنشوفها ساعات أحيانًا كتير بيبقى منشورة على التيك توك والحاجات دي، الناس بتصورهم إن هُم بيتصلوا بيهم ويطلبوا منهم قُل لي حساب الcredit card بتاعك أو قُل لي رقم الcredit card بتاعك علشان تحديث البيانات يا فندم وحاجات زي كده. دي اسمها الphishing وهو اصطياد صوتي، ياخد منك بياناتك الشخصية منك، أنت بتدّيها له بنفسك طبعًا بحُسن نية على أساس إن هو ده موظف بنك أو موظف مثلًا خدمة عملا بتاع مثلًا جهة معينة. ودي إن هو الشخص المحتال دوًّا بياخد رسالة أو بياخد إيميل مثلًا كان مبعوت لك قبل كده حقيقي مثلًا من بنك، والإيميل دوًّا هو بياخده إزاي بطرق كتيرة جدًا، ممكن يكون أنت مشيّرته بالغلط، ممكن يكون هو اخترق الجهاز بتاعك، يعني ممكن دي حاجات كتيرة جدًا يعني. المهم هو بياخد الإيميل دوًّا الحقيقي اللي هو جالك قبل كده ده، بيعدّل فيه اللينكات اللي موجودة فيه، يعني كان الإيميل مثلًا أو الورقة معيّنة أو الPDF معيّنة كان فيها لينكات لحاجات معيّنة، حاجات أصلية، هو بياخد بقى الحاجات دي يشيلها ويحط اللينكات بتاعته هو، اللي هو أنت لو دخلت على اللينك ده هو خلاص خد بقى الباسورد بتاعك، خد الحسابات بتاعتك كلها وهكذا. طيب دول ال5 حاجات، طيب إزاي نكتشف بقى الحاجات دي كلها؟ في شوية علامات لازم تاخد بالك منها ودي اللي هتنبهك إن كان ده حقيقي فعلًا والّا fake. أول حاجة بالنسبة للإيميل هتلاقي عنوان الإيميل فوق خالص كده على الإيميل، عنوان الراسل الشخص اللي باعت لك الحاجة دي، الإيميل بتاعه لازم يبقى موجود، ده لازم يبقى موجود، لو الراجل ده fake هتلاقي مثلًا إيه، مثلًا ولنفترض كذا مثلًا username@bank.com الfake هتلاقيه عامل إزاي username@bank بس الK 2K في الحساب، قبل الK في دوت مثلًا، حاجات زي كده، أول ما تبُص هتعرف إن ده إيميل مش أصلي. تاني حاجة وهي الأخطاء الإملائية في الإيميل نفسه، هتلاقي فيه غلطات كتير، هتلاقي فيه كلام غلط، شكله غريب، تحس إن في واحد كده مسك قعد على الوورد وقعد يكتبه بنفسه بإيده. تالت حاجة من الطلبات اللي هو هيطلبها منك الشخص المحتال دوًّا، هيطلب منك معلومات شخصية جدًا، يعني مثلًا اديني رقم السري بتاع الحساب بتاعك، استحالة إيميل ييجي لك من الشركة أو البنك أو أي حاجة من الجهات دي يقول لك اديني الباسورد بتاعك، رقم الفيزا مثلًا، مع إنه البنك استحالة يقول لك اديني رقم الفيزا عن طريق الإيميل. من السؤال نفسه إن الشخص ده أو الإيميل دوًّا fake. رابع حاجة الاستعجال والتهديد، يعني مثلًا تقول لك لو ما دخلتش على الإيميل دوًّا وحدثت بياناتك خلال 24 ساعة الإيميل والحساب بتاعك هيتقفلوا، 24 ساعة إيه يا عم؟ ما فيش حاجة اسمها كده، لأ كل ده تعرف إن هو إيه، بيدّيك الاستعجال والتهديد. خامس حاجة وهي الروابط أو اللينكات المشبوهة، يعني إيه؟ يعني مثلًا لمّا يبعت لك link الشخص دوًّا على الإيميل مثلًا، قبل ما تدوس click وتفتح الإيميل أنت لو عملت hover بالماوس يعني لو وقفت بالماوس كده على اللينك اللي هو باعته لك دوًّا، هيظهر تحت أو هيظهر فوق اللينك www مثلًا اسم البنك
حساباتكم كذا، كذا، كذا مثلًا. إنما لو لقيت كلام غريب، أرقام كده غريبة وحاجات كلمات غريبة، اعرف إن ده fake وِش. سادس حاجة الحاجات اللي هي الattached أو الحاجات المُرفقة مع الإيميل. أحيانًا بيبعت لك إيميل ما تفهمش هو عايز يقول إيه في الإيميل دوّة، بس باعت لك attached file، فتقوم أنت من الكلام اللي أنت مش فاهمه دوّة هو عايز يقول إيه وعايز يوصل لإيه، مين ده أصلًا، فتقوم فاتح الattachment أو الfile اللي هو المُرسل مع الإيميل، سواء ممكن صورة، سواء ممكن ملف text عادي، ممكن يكون صفحة web، المهم هتفتحه. أول ما تفتحه هو كده خلاص وصل، أنت خلاص كده إيه، ادّيته الaccess على الجهاز بتاعك. والعلامة الأخيرة وهي العروض الغير واقعية، يعني مثلًا جالك رسالة من شركة إنك أنت كسبت حاجة معيّنة أو عربية مثلًا، وأنت أصلًا لا قدّمت في حاجة زي كده ولا دخلت قرعة عن حاجة زي كده، تعرف إن ده fake وِش أصلًا، أنت مش محتاج بقى إن أنت تتأكد، أنت تقفل وتمسح الإيميل أصلًا من الأول، لإن ما فيش حاجة كده. طيب إحنا اتكلمنا عن الراجل اللي عايز يخترق الحساب بتاعي دوّة هيستخدم إيه وهيخش إزاي والحاجات دي. طيب أنا إزاي بقى أحمي الحسابات بتاعتي بحيث ما يجيلهاش الخروقات ديًّا أو إن أنا على الأقل أقلل منها؟ في 8 نصايح هنقولهم علشان تحمي الحسابات بتاعتك. أول حاجة إنك أنت تستخدم المصادقة الثنائية، اللي هي بالEnglish الsecond factory authority، ودي إن أنت لمّا تيجي تخش على الإيميل بتاعك زيادة تأكيد هيبعت لك رسالة على التليفون بتاعك أو على مثلًا الكمبيوتر بتاعك إن أنت تكتب مثلًا كود معين أو رسالة فيها 4 أكواد مثلًا، يقول لك إيه، دخّل الرسالة اللي جات لك على الموبايل بتاعك، فتقوم أنت مدخّل ال4 أرقام اللي جُم على الموبايل على login وأنت داخل على الإيميل بتاعك، زيادة تأكيد للحساب بتاعك، فهيكون صعب الاختراق. تاني حاجة وكتير من الناس ما بتاخدش بالها من الموضوع دوّة وهو الupdate للبرامج، تحديث البرامج باستمرار، سواء برامج الإيميل زي الoutlook مثلًا أو الياهو وغيره، الحاجات دي لازم تكون متحدثة باستمرار، خصوصًا البرامج على التليفونات أو على الكمبيوتر. ليه؟ علشان خاطر إن أنت ما تضمنش إن يكون في مثلًا فيروس مثلًا اتحدث بحيث هو يقدر يخترق النسخة اللي عندك حاليًا، بس هم نزّلوا لها نسخة update تحديث يقفل الحتّة دي، وأنت لسه ما حدّثتش، فبالتالي لو جالك فيروس يقدر يخترق النسخة اللي أنت عليها حاليًا، هيخش بكل سهولة. وسادس حاجة وهو التعلُّم وتعليم الغير برضه، يعني أنت حاليًا بإن أنت بمشاهدتك للفيديو دوّة، أنت كده أولًا بتتعلّم إيه الحاجات اللي ممكن تحصل في الحساب بتاعك، الاختراقات اللي ممكن تحصل فيه، المعلومات اللي أنت اتعلّمتها دي بقى إيه، تقدر إن أنت تشيّرها لناس تانية، ممكن ناس ما بتاخدش بالها، فأنت طالما عرفت عرّف غيرك. طيب الحاجة اللي بعد كده، هيحصل إيه بقى لو أنا وقعت في الصنارة بتاعة الصياد ده؟ أول حاجة لازم تعملها فورًا قبل حتى ما تهرش، وهي تغيير كلمة السر لكل الحسابات بتاعتك، كلها بلا استثناء. تاني حاجة لو كان اللي اتسرق منك كارت بنك أو كارت فيزا، تتصل بالسرعة بالبنك، بيبقى ليهم كده رقم كده زي hotline كده أو حاجة زي كده، تقدر تكلمهم وقّفوا لي الكارت حالًا فورًا، أو تقدر إن أنت تخش على account البنك نفسه وتعمل stop توقّف الفيزا، توقّف كارت البنك فورًا. والحاجة الرابعة إن أنت تراقب الحسابات بتاعتك بتاعة البنوك، وده علشان تتأكد إن ما فيش أي اختراق حصل، وما فيش مثلًا أي عمليات سحب مشبوهة، حاجات أنت ما عملتهاش، ما اشتريتهاش واتنقصت من الحساب بتاعتك، يبقى تعرف إن في اختراق على طول. في النهاية الphishing أو التصيد اللي بيعملوه الناس المحتالين دول، ده تقدر إن أنت تمنعه 100% ببساطة لو أنت ما شيّرتش أي معلومات شخصية عندك على النت مثلًا، سواء الناس اللي في المحيط عندك برضه ده مهم إن أنت ما تشيّرش أي معلومات شخصية عنك نهائي عن طريق النت، لإن أنت ما تعرفش مين اللي بيبُص ومين اللي بيشوف، ومين ممكن يخترق الحسابات بتاعتك في يوم من الأيام. في النهاية لو عجبكم الفيديو واستفدتوا منه يا ريت اللايك والسبسكرايب علشان نعمل حاجات زي كده كتير، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جاي بإذن الله، سلام عليكم.